جدا. صفقه حتى الان توتنهام لسه ما وافقش عليها، بس هتبقى صفقه من الصفقات المؤثره جدا بالنسبه للريال، ويبقى احد اللاعبين اللي عندهم امكانيات عاليه جدا في النواحي الهجوميه بالنسبه لريال مدريد. انا هحاول انقي الاسئله اللي هي خاصه بالدوري المصري قبل ما اروح للدوري الاوروبي. كابتن خالد بيومي اخر المحللين المحترمين، وتوقعاته مين يكسب الدوري الرباعيه في الدوري المصري؟ ده حازم سعيد او حازم والله سعيد. طبعا هو في فرقتين في الوقت الحالي يعتبروا توب، نادي الزمالك والنادي الاهلي، الاثنين عندهم مستوى عالي جدا. النادي انبي ما اعرفش يعني يمكن مستوى مذبذب شويه. اللي طالع في الوقت الحالي سموحه ممكن تاخد مركز ثاني من نادي انبي، بس اعتقد المنافسه طبعا زي العاده في اخر 10 سنين الاسماعيلي بيطلع مره كل 9 سنين، انبي بيطلع مره كل 12 سنه. هتلاقي الاهلي والزمالك برده في المنافسه في الدوره الرباعيه ديت، هتلاقي هي منهم اكثر خبره واكثر امكانيات واكثر فنيات واكثر استقرار ممكن يحقق لقب الدوري المصري الاستثنائي لهذا الموسم. نعم. ده سؤال مهم جدا. عبد الرحمن الطمامي، ده سؤال استاذ كابتن خالد، انا اريد ان اكون مدرب كره قدم، ماذا علي ان افعل لأكون مدرب محترف؟ هذه بالدراسات لازم يتفق يصل لاتحاد كره القدم، يسال على موضوع الدورات التدريبيه والدراسات التدريبيه، واتمنى له التوفيق يعني باذن الله. انا نصيحه انه يسافر بره يعمل دورات تدريبيه. ممكن يقول لا لو على ده، بس ممكن يكون ما عندوش الامكانيات. هتبقى المشكله اكبر لو ما لعبش كوره هنا في مصر، هتبقى المشكله اكبر يعني. يعني هي طبعا مشكله كبيره جدا، لان اللوائح القانونيه بتنص ان انت عشان تخش اتحاد كره تعمل دورات تدريبيه لازم تكون مارست كره قدم في نادي، او حتى تم قيدك في السجلات بالنسبه للاتحاد. يعني اتمنى له لو هو قادر على هذا، اتمنى يروح ينمي نفسه في اي دوله من الدول الاوروبيه. المانيا مستعده، وفرنسا نفس الموضوع، ايطاليا نفس القصه، دي كلها حاجات ممكن تبشر بالخير. نعم. محمد ده التوب. السلام عليكم كابتن تامر وكابتن خالد، من وجهه نظرك مين المدرب القادر على عوده الريال الى منصه التتويج الاوروبي؟ والله بص، يعني ناس كتير جدا بتقول لك ان كارلو انشيلوتي ممكن ما ينفعش في الريال. انا اعتقد ان كارلو انشيلوتي كل نادي راح فيه عمل بطوله. كارلو انشيلوتي هو عبد من 5 المدربين الكبار جدا على مستوى العالم في الوقت الحالي. كارلو انشيلوتي مدرب اللعيبه كلها لما بتلعب معاه عنده من الخلق والنواحي النفسيه ان اللعيبه كلها بتحبه. اعتقد ان كارلو انشيلوتي قادر اذا يعني ما حصلتش مفاجاه وشفنا يورجن كلوب موجود في فرقه الريال. اصل دي حاجات بتحصل في الفتره الاخيره، بس هو لغايه دلوقتي بنسبه 85% انشيلوتي موجود في الريال. هو في سؤال على ماري جوتزي، ده لما يجي ان شاء الله وقت البايرن وبروسيا دورتموند. واحمد محمد بيقول ايه رايك في نيمار؟ هل هينتقل لبرشلونه؟ بنسبه 99%. الكلام بتاع ريال مدريد والكلام ده ما هو الا تعطيل الصفقه، لكن اعتقد ان نيمار حتى اعلن مرات كثيره جدا ان هو عاشق لبرشلونه، ونيمار طبيعه لعبه تتناسب مع برشلونه بنفس الخصائص والجسمان واللعب في الحته الاماميه. اعتقد ان هو ممكن يكون قريب جدا لبرشلونه، بس السنه دي ولا السنه الجايه. نيمار طلع تصريح قال لك بعد 2014، وانا في رايي لو قعد بعد 2014 اعتقد ان هو مش هيرحل البرازيل الا اذا راح اي نادي بقى من الانديه الاخرى. نعم. والان مشاهدينا الكرام نشاهد كليب اهداف عن الدوري الاسباني والبرتغالي والاوكراني والمباريات تصفيات المؤهله لدوري ابطال اوروبا والويفا